هاي يا جماعة، أنا نرمين ناصر. أنا بعمل الفيديو ده دلوقتي من المتابعة بتاعتي في عيادة دكتور أحمد المصري. حابة إن أنا أتكلم معاكم وأشارك معاكم التجربة بتاعتي عشان هي حقيقي كانت بالنسبة لي ناجحة جدا، 100% ناجحة، مفيش حتى ولا نسبة ولا 1% نسبة فشل. حابة إن أنا أبتدي الرحلة من أولها، من أول يوم جيت فيه وهو كانت الكشف والهيستوري اللي اتاخدت مني وقد ايه اتسالت على كل تفاصيل في العالم عشان الدكتور احمد يبقى متاكد ان الاختيار اللي اختاره لي هو الصح، واللي هو كان عمليه التكميم. انا عملت العمليه يوم 9/12 2022. كنت ساعتها 104.5 كيلو، يعني حوالي 105 كيلو. النهارده بعد 13 شهر انا الحمد لله 66 كيلو، ولسه مكمله في متابعتي مع دكتور التغذيه والاسيستنت ودكتور احمد نفسه. التجربه من اولها لاخرها الصراحه تحفه، ما فيهاش اي حاجه وحشه. من اول المستشفى ونظافتها والاستقبال ومعامله التمريض اللي كانت يعني كانهم اخواتي بيساعدوني، بيطمنوا عليا كل نص ساعه محتاجه حاجه، لازم تشربي ميه، لازم تشربي كذا. كانوا الصراحه حاجه تحفه. المستشفى كانت نظيفه جدا، كانوا ملتزمين جدا بكل حاجه. كنت سعيده جدا، مكنتش حاسه وانا قبل العمليه، كنت حاسه ان انا داخله اعمل عمليه، كنت حاسه كاني في اوتيل مع اهلي وقاعدين مستنيين حاجه يعني. بعد العمليه الصراحه متابعه ما بعد الوصف، يعني خطيره. من اول يوم من وانا جوه العمليه دخلت في كل الجروبس اللي هحتاجها، نزلوا لي الابلكيشن، ادوني كتاب عشان حتى لو مش عارفه اوصل لاي حد في التيم، وتشيز عمره ما حصل، دايما كانوا بيردوا، دايما عارفه اوصل لهم. بس برضو كان معانا كتاب بيشرح لنا كل حاجه لو احتاجنا في اي وقت ان احنا ما نتصلش. من بعد اسبوعين بالظبط كانت اول متابعه ليا، كل التفاصيل اللي كنت بحتاجها كنت بعرفها في وقتها. التيم ما كانش بيبطل الفولو اب بتاعه، انا كنت بفوت مواعيد المتابعه، اوقات هما كانوا بيكلموني ياكدوا عليا انت فوتي المتابعه دي، لازم تيجي الاسبوع الجاي، لازم تيجي المره الجايه، مع ان كمان المتابعه دي اصلا ما كانتش بفلوس، فهم مش خسرانين اي حاجه ان انا ما اجيش، بالعكس هم كانوا بيزنوا بيفولو اب ان لا لازم تتابعي ولازم تيجي. اهم حاجه واهم نقطه حابه اشاركها مع اي حد انه لازم ياخد الخطوه دي او حابب ياخدها، ان انت لازم تبقى ملتزم. طول ما انت ملتزم، طول ما انت صحي، طول ما انت بتخس وانت مبسوط، حياتي فرقت بشكل مش طبيعي. كل حاجه في حياتي كنت بستثقل ان انا اعملها دلوقتي ببقى مبسوطه ومتحمسه. لبسي، خروجي، سفر، كل حاجه في الدنيا في حياتي، حتى مروح الشغل كل يوم فرق، لانه بقى اسهل وبقى احلى وبقيت مبسوطه ومرتاحه نفسيا. ومفيش اي حد بيسالني على العمليه غير لما بقول له اه طبعا اعملها، بس اهم حاجه لو هتعملها مع دكتور احمد وتبقى ملتزم بتعليماته وبكلامه، لان هو ما بيكدبش عليك، ما بيقولكش حاجه لمجرد التحكم، هو اي حاجه بيقولها لك بتبقى فعلا لمصلحتك، وانت نفسك لو في مره فوتها هتعرف انك تعبت بسبب كده. غير كده انا الحمد لله يعني صحيه جدا، الحمد لله ما بتعبش، الحمد لله ما بتعبش غير لما بغلط، ولازم ابقى صريحه مع نفسي واقول ده. لو غلطت وما عملتش حاجه وما التزمتش بتعب، غير كده انا الحمد لله طول الوقت كويسه ومبسوطه. وبجد بجد اي حد حاسس ان هو متردد، لا ما تخافش وخد الخطوه وتعالى. وحتى من اول زياره اللي هي بس الكشف هتلاقي نفسك ارتحت ومتاكد ان انت عايز تكمل في الموضوع.